صديقي العزيز، تخيل معايا كده انك ماشي في الحياه دي من غير اي خطه. كل يوم بتصحى وتشوف الدنيا هتوديك على فين. مره الدنيا بتضحك لك ومره بتديك على قفاك. زي واحد في الصحراء كده، هو ماشي ومش معاه اي بوصله. هو ممكن يوصل بس بعد ما يتعب وبعد ما الشمس تشويه شويه محترمين، لانه ما يعرفش الطريق. هنا بقى بيجي دور الكنز اللي ربنا اداهولنا، القران الكريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في اول حلقه من برنامج تحت الميكروسكوب. انا مصطفى محمود وده تحت الميكروسكوب. القران الكريم ده مش كتاب عادي ولا مجرد نصوص روحيه، ده كتالوج الحياة من اللي خلق الحياة نفسها. كتاب فيه إجابات وتحذيرات وكمان حلول وأسرار ممكن تخليك تفهم العالم كله من حواليك. لكن في مشكلة، احنا كتير مننا بيتعامل مع القرآن الكريم زي ما بنتعامل مع التطبيقات، بندوس آية جري ونكمل من غير ما نقرأ، نسمع الآية بصوت حلو ونقول يا سلام ونقفل المصحف ونرجع لحياتنا تاني. وهنا بيجي السؤال عزيزي المتابع، هو ربنا نزل القرآن علشان نعيشه ونفهمه ونتأثر بيه ولا عشان نستمعه كخلفية موسيقية؟ وهنا يأتي دور التدبر. التدبر هو مش انك تمر على الايه مرور الكرام، لا، التدبر انك تقف وتفهم وتحلل وتشوف الايه دي اصلا معناها ايه وجايه عشان ايه. زي الغواص اللي بينزل تحت سطح البحر، هو مش نازل عشان ياخد صوره، هو نازل عشان يكتشف عالم كامل تحت البحر. بص، القران مش زي اي كتاب، ده كتاب ربنا، وربنا بيقول في اياته: افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني لو كان عند اي حد من غير ربنا أو من بشر كنا نلاقي فيه تناقضات كتير واختلافات ومعاني مش راكبة على بعضها. إنما القرآن كل كلمة فيه متناسقة وبتأكد بعضها. خلينا نديك مثال بسيط: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. إحنا كتير مننا بيفتكر الآية دي لما تحصل له حاجة أو تحصل له مشكلة وبيقول يمكن خير وربنا أكيد هيحلها. بس لو تدبرت هتلاقي المعنى أعمق بكتير. ده منهج حياة يعلمك إنك ما تحكمش على الأحداث من مظاهرها. بيقول لك إن الخسارة اللي في عينك النهارده ممكن تكون أعظم مكسب ليك بكرة، بس أنت مش شايف ده دلوقتي. عشان كده استنى يا صديقي. وهنا بقى نروح للمثال الأعظم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. القرآن هو ثقل ومقامه عظيم، لدرجة إن الجبل اللي شايفينه قوي وثابت ومش متأثر بأي حاجة، لو نزل عليه القرآن هتلاقيه خاشع وبينكسر من هيبته. تخيل بقى عزيزي المتابع إن الجبل اللي بيستحمل الزلازل والبراكين لو أنزلنا هذا القرآن عليه مش هيستحمل عظمة المعنى والحق اللي فيه. طب لو الجبل كده، أنت المفروض تكون إيه؟ أنت المفروض تتأثر وتدوب من جواك وتحس بمعنى قوي، مش بس تكتفي بالاستماع. والتاريخ بيشهد عزيزي المتابع، سيدنا عمر بن الخطاب اللي كان من ألد أعداء الدعوة قبل الإسلام، مجرد ما سمع آيات من سورة طه قلبه اتبدل. ليه؟ لأنه تدبر، مش مجرد إن هو يسمعها، فغير حياته كلها. والقرآن نفسه بيطلب منك كده يا صديقي، بيقول لك إيه؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يعني إيه؟ يعني يا إما قلبك مفتوح للمعنى يا إما عليه قفل ومحتاج مفتاح التدبر. وهنا التدبر مش رفاهية يا صديقي، التدبر هو وسيلة وسط الدوشة اللي إحنا عايشين فيها، من أخبار لترندات لمشاكل لأفكار غلط، وده كله محتاج بوصلة، والقرآن الكريم هو بوصلتك. والجميل عزيزي إنك كل ما تتدبر هتكتشف حاجات جديدة عمرك ما كنت هتتخيلها، حتى لو الآية اللي أنت هتتدبرها دي أنت كنت حافظها من 20 سنة قبل كده، بس لما تقرأها مرة تاني وتفهمها بتحس إن هي بتكلمك أنت وبتحل لك المشكلة اللي أنت فيها حاليا. فالمرة الجاية لما تمسك المصحف جرب تقف عند آية واحدة، عيش معاها وحسها، وحاول تسأل نفسك كده يا صديقي: لو كنت أنت الجبل كنت هتحس بإيه؟ يعني بمعنى صح، لو الجبل كان هيتصدع ليه أنا قلبي بيبقى جامد؟ ساعتها هتعرف إن التدبر مش بس فهم، التدبر هو تغيير حقيقي من جوه. وأنا مصطفى وده كان تحت الميكروسكوب.